المغاربه كاملين قراو في ماده الاجتماعيات صدور الظاهر البربري لتفرقه العرب والامازيغ. في ذاك الوقت ما فكرناش فيها، لكن دابا بغينا نعرفوا الحقيقه، بغينا نعرفوا واش اصلا العرب والامازيغ في المغرب كانوا موحدين قبل ما يخرج الظاهر. الا بغيتي تعرف ليستوار كامله بلا كذوب وبكل حياديه، دير ابوني ولايك وتفرج في هذا الفيديو. قال لك سيدي فرنسا جات وبغات تفرقنا، زعما فرق تسود. ما يكذبوش عليكم واخا، ولكن خاصنا نشوفوا بعدا كيفاش كانت القضيه قبل كاع ما تدخل فرنسا ولا اسبانيا. اول حاجه ما سميتوش الظاهر البربري، ولكن سميتو الرسميه الظاهر منظم لسير العداله في المناطق ذات الاعراف البربريه والتي لا توجد بها محاكم شرعيه. باش تفهم هاد السميه خاصك تعرف باللي المغرب مع الاسف كان مقسم لبلاد السيبه وبلاد المخزن. اغلب السكان العرب كانوا عايشين في المدن الرئيسيه بحال فاس ومكناس. هاد المدن غالبا ما كانت بلاد المخزن. السلطان كان حاكم فقط بلاد المخزن وكان داير فيها محاكم شرعيه، يعني بين قوسين كتطبق الشريعه. بينما في بلاد السيبه اللي كانوا اغلب سكانها شلوح فكانوا كيحكموا بالعادات والاعراف ديالهم اللي كيسميوها بالشلحه تقيت او ازرف. موجودين الشهود. هادشي باختصار راجع لفتره الفتوحات الاسلاميه. شمال افريقيا وخصوصا المغرب كانوا فيه الامازيغ، وجاو العرب ودخلوا بالاسلام. الامازيغ واخا اغلبهم دخلوا الاسلام، نسبه التدين عندهم كانت متفاوته من قبيله لقبيله، زائد انهم ما طبقوش الشريعه في كاع قوانينهم. وجمله بين قوسين، فالاسلام ما فيهش غير الاركان الخمسه، ولكن فيه حتى الشريعه واللي هي قوانين خاصه تطبق في بزاف د الحوايج، بحال مثلا الزواج والطلاق والارث والقتل والسرقه والزنا. المشكل ان الاعراف ديال الامازيغ كانت مطابقه للشريعه فقط في شي حوايج بحال التعدد في الزواج والصداق والديه، ولكن في شي حوايج اخرى بحال مثلا الطلاق والارث والقتل والسرقه والزنا فالاعراف عندهم كانت كونتر الدين. فرنسا فاش دخلت المغرب بان ليها البلان وناضت دارت دراسه في عين المكان على حياه الامازيغ وعلى العادات ديالهم. كيقول الارشيف الفرنسي ان مثلا بالنسبه للطلاق فكان عند بزاف د الشلوح بحال قبائل زمور وأولماس ان المراه الا طلقات ما تقدرش تتزوج بشي راجل اخر حتى يوافق عليه الطليق ديالها، والراجل الجديد خاصو يعطي الطليق مبلغ ديال الفلوس كيتسمى بالشلحه التارده، يعني الغسيل، يعني غسلت القامه نشر. عند قبائل زايان المراه ما واجبش عليها تحترم العده، يعني تقدر تتزوج مرا طلقات ولكن ممنوع تعاود تزوج بالراجل اللي طلقات. في مساله الزواج من بنت العم في منطقه انجره وفي منطقه قبائل ولاد بوعزيز وشلوح زمور، ولد العم عنده الاسبقيه في الزواج من بنت عمه ويقدر كاع يحبس زواجها من شي واحد اخر، والراي ديال البنت ما كيهمش. وكان المسائلات أنت نرى ان شاء الله نسكرت الأثمنة. بالنسبه للارث في اغلب القبائل كانوا دايرين ان المراه ما كتورثش اصلا، بحال قبائل ايت عمار في منطقه تولماس وقبائل زايان اللي كان حاكمها محمود الزياني واللي كان هو كيورث في بعض الحالات. يعني واخا عطاوه في التاريخ الصوره ديال بطل، ولكن مع الاسف بطل مع الاستعمار وطاغيه مع ولاد بلادو. الفرنسيس اللي عاشوا مع قبائل إيغروان ايت مقيل زايان وبني نطير قالوا بانهم نادرا فاش شافوهم كيصليو، وباللي كانوا كيامنوا بزاف بداكشي ديال الطلاميس والحجابات والتبرك بالاضرحه والشعواده. وكمثال ناخذ القانون ديال قبائل ايت عطاء اقليم الرشيديه اللي كيقول باللي الا شي واحد اتهم شي واحد اخر بالسرقه فخاص يجيب شهود واللي يحلف بسيدهم عيسى بوحدو. في قبائل زمور الا شي واحد بغى يسافر خاص ضروري يدي معاه طلاميس على حساب الارواح الشريره وداكشي. الا شي واحد فيه الروماتيزم خاصو يمشي لضريح مولاي ادريس، ولا شي واحد بغات تولد الحل موجود تمشي لضريح مولاي بوعزه. بيني وبينكم هادشي ما كانش غير عند الامازيغ ولكن حتى عند العرب ومازال حتى اليوم ولو بنسبه اقل. Une semaine dans l'année cependant, Moulay Idriss s'emplit d'une foule. Venus de tous les points du Maroc, des villes comme du fond des provinces, des milliers de fidèles convergent vers ce lieu unique où la sainteté leur donne rendez-vous. نختموها بمجال الجريمه اللي العقوبات عندهم كانت تقريبا كلها غرامات ماليه وما فيهاش الحبس، لان الحبس بالنسبه لهم انتهاك لحريه الانسان، والحريه بالنسبه لهم شي حاجه مقدسه. وفي جريمه القتل قبائل زيان طبقات الديه حتى في مساله القتل العمد،
وقبائل الجنوب الشرقي بحال ايت اطا وايت حديدو بغاو يديروا القصاص حتى في القتل الخطأ، وهذا الشيء كامل مخالف للشريعه. باختصار نقدروا نقولوا باللي الدين عند القبائل الامازيغيه ما كانش داخل بزاف في القوانين ديالهم، لكن خاصنا نقولوا ايضا ان حتى في بلاد المخزن فين كانوا اغلب العرب ما كانش كتطبق حتى هي الشريعه كامله، ولكن الا كانت هي كتطبق الشريعه مثلا 70%، فالامازيغ كانوا كيطبقوا فقط غير 30%. المهم وسطر لي على هذه الجمله، قبل كاع ما تدخل فرنسا للمغرب العرب والشلوح كانوا مفرقين على الاقل في المجال القضائي. اذا الظاهر البربري ماشي هو اللي جا دار التفرقه، ولكن صحيح انه جا باش ياكد عليها، وهذا الظاهر ما هو الا جزء من سياسه كبيره دارتها فرنسا باش تستغل ضعف التدين عند بعض القبائل الامازيغيه، ماشي كل شيء، وتحاول تقربهم للثقافه الفرنسيه كيف ما دات سابقا في منطقه القبائل، لكن بسبب المعارضه تلغى الظاهر جزئيا، وهكذا بدات الامور كتوحد حتى جا الاستقلال. اخيرا بغيت نوجه رساله للشعب المغربي كامل، امازيغ وعرب، ريافه وصحراوه، ناس الباديه وولاد المدينه، علاش ما نستغلوش هذا التنوع العرقي لصالح البلاد، عوض ما نبقاو مضاربين بيناتنا بهذه العرقيه والقبليه، ونخليو المثل ديال فرق تسود يطبق علينا. ويسمحوا لنا خوتنا الامازيغ الا حكرنا عليهم، انا منكم ومعاكم، حنا بغينا فقط نحكيو على التاريخ. لقد كان في قصصهم عبرة. الى عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا بلايك وبابوني. كان معكم العلام شخصيا، دوزو بخير.